مم. فظيع. ازيكم؟ تعالوا النهارده بقى اوريكم طريقه سريعه على الايس كوفي نعملها، تطلع حلوه قوي. هنحط السكر بتاعنا حسب الرغبه، وهنحط كمان القهوه سريعه الذوبان، وهنحط معلقه او معلقتين صغيرين من الميه. طيب هنجيب بقى المصفى اللي هي بتاعه المشروبات الصغيره دي، وفي طبق بقى، في علبه، في اي حاجه زي ما انا عامله كده، ونقعد نديها بقى تقليبه. بصوا، ضرب جامد جدا. لحد انا مرضتش اوقف الفيديو عشان تشوفوا النتيجة واحدة واحدة مع بعض، ونشوف ان هو بسرعة بجد بلونه بيفتح وبيعمل كريمة وبيبقى خطير، احسن من ان احنا نقعد نعمل بالمعلقة دي. اسرع. بصوا لونه فتح ازاي، دي اسرع بصراحة. ويعني النتيجة كانت حلوة جدا، عجبني جدا. طيب تقدروا تعملوه في ايه كمان؟ بايه كمان؟ طبعا بمضرب عادي، المضرب اليدوي، او بالمضرب اللي هو بتاع الايس كوفي ده، بس انا ماليش فيه قوي بصراحه، يعني ما حسيتوش. فدي خطيره جدا بصراحه، المصفى دي حلوه قوي، من الحاجات اللي جربتها وعجبتني وجابت نتيجه يعني هايله. طيب نحط قد ايه؟ واحنا هقول لكم احنا كده شويه تريكات واحنا شغالين. بصوا انا هنا استخدمت معلقتين من السكر معلقتين صغيرين من السكر، ومعلقتين ونص من القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه اللي هو الساده، او بقى الجولد، شوفوا انتوا بتحبوها ايه. بصوا بقت عامله ازاي، فظيع. هنا بقى كنت خلاص وصلت للنتيجة اللي انا عايزاها. طبعا تقدروا ان انتوا تقعدوا تقلبوا اكتر، وتقدروا كمان تعملوا كمية ونحتفظ بيها في التلاجة، بس مش كمية كبيرة عشان ممكن تبوظ. يعني مش كمية كبيرة، اللي هو كمية ممكن تكفينا يومين، فاهمني؟ عملنا مثلا ده واتساب منه، فممكن نسيبه لبكرة في بطرمان او في علبة مقفولة، وناخد منه على طول، نزود لبن وتلج، يبقى كده تمام. فاهمني؟ بس ما نعملش كتير علشان ممكن تبوظ. انا ما سبتهاش كتير، ما عشان ما ايه، ما افتيش الله. يعني، ما عملتش قبل كده قصدي يعني كميه كبيره واحتفظت بيها، لا ما عملتش كده. نجيب بقى كوبايه اللي هنشرب فيها، ونبتدي بقى نزود التلج. بصراحه انا في الصيف يعني الايس كوفي اهم حاجه، اهم حاجه والله، مش دلع ولا، بس انا فعلا يعني ما بقدرش اشرب النسكافيه السخن، بيضايقني. بس ده بيقضي الغرض وساقع، فليه لا يعني. بس نحطه بقى كده على القهوة، على التلج قصدي، واشربوا كده واستمتعوا. واتبسطوا ببسطوا، ولا من غير بقى مكنة قهوة ولازم مش عارفة نعمل ايه عشان تطلع حلو. لا لا، والله لا. هنا انا زودت، بس نسيت اصور الحتة دي، ان انا زودت مية سخنة في العلبة دي علشان اطلع القهوة اللي كانت فيها دي، زودت مية سخنة. بس تقدروا ما تعملوش كده براحتكم. وانا زودت طبعا اللبن، انا زودت ليه ميه سخنه عشان اخد اكسترا قهوه يعني. بس قلبه بقى، فاهمني؟ وانجوي بجد، يعني بجد انجوي، ان هو خطير. تقدروا تزودوا بقى اي طعم تحبوه، صوص شوكولاته، فانيليا، كراميل، اي حاجه، وطبعا وبينج كريم براحتكم. يا رب الله. الفيديو يكون عجبكم.